أحسن الله إليكم شيخنا. يستفسر بعض العوام عن لفظة السلفية وحكم الانتساب إليها، وقد شوه الإعلام منهج السلف ووسموه بالتطرف والإرهاب ولمزوه بألقاب منفرة كالوهابية. نرجو منكم البيان الشافي الوافي لكشف الشبه في هذا الموضوع، بارك الله فيكم. هذا الجواب الشافي والوافي لابد له من الوقت الكافي، يعني درس محاضرة. في الحقيقة لما نتحدث عن هذا نقول هذا يعني منهج سلفي وطريقة سلفية وكل شيء، بمعنى أن الإنسان يمشي على طريقة من سلف. ما المراد بمن سلف؟ ليس كل من سلف، إنما السلف الصالح الذين قد استعرفت لكن المهم إما ردني السلف الصالح وذي قعدان يعني زوارن يراد بها القرون الثلاثة المفضلة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها بالخيرية. أكيد يسا كالحديث أبي هريرة، أكيد يسا أظن في رواية ابن مسعود، أكيد يسا يعني في أحاديث أخرى. مثلا في روايات نأخذ مثلا حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لكن حيث يساك حيث عمران ابن حسين كذلك خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكند يساك كذلك الحديث من الفرق وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يمسقسم من هذه الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة يند من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المراد بهم يعني الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن يدينا ابن مسعود يناد من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأصلحها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة إلى غير ذلك. أنا كنت يسا كلام الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قال وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم إلى غير ذلك. لكن إن شاء الله لعله ستكون فرصة إن شاء الله يتناول هذا الموضوع يعني بتفاصيله ودقائقه وأصوله ومباحثه حتى يبين بأن المعنى هذا يتبع سلف الصالح بمعنى السلف ينتهي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس اتباع سير الحركات التي تنتهي به وينسب بها إلى مؤسسيها كالخوارج يعني مثلا معروف، مثلا المرجئة وكالمعتزلة كذلك نقول مثلا يعني أي طائفة أخرى. لما تكون المعتزلة لما تذكر أول من أنشأ وينسبون إليه هو واصل ابن عطاء، تقول أنت إلى أين ينتسب التبليغيون؟ إلى محمد إلياس. إلى أين ينتهي انتساب الإخوان؟ إلى حسن البنا. إلى أين ينتهي نسب الطائفة الفلانية الجهمية؟ إلى الجهم بن صفوان السمرقندي. إلى أين الجبرية؟ إلى كذا، إلى القدرية، إلى كذا كل، إلا من يتبعون سبيل السلف الصالح لا ينتسبون وينسبون إلى محمد بن عبد الوهاب، بل هو واحد من هؤلاء العلماء المجددين والأتباع كذلك. ولا حتى الإمام مالك بن أنس، الإمام مالك إمام دار الهجرة وإمام علم وهدى، إلا قارسن الناس كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر فانظروا في قولي فما وفق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه، وفي رواية فاضربوا بعرض الحائط. المهم باختصار شديد أريد أن أقول يعني هذا لما تقول فلان لكن ينبغي أن تكون بصدق وحق. خاطش لا نويذ مثلا توالى بسمحتي السنوات الماضية أراد الناس أن يشوهوا هذه الدعوة السلفية بالانتساب إليه. ينتسب بعض الصعاليك أو بعض المجرمين أو بعض المنحرفين أو بعض المحرفين فيرتكبون ما يرتكبونه من أي يخد من قوين ديري
سميني من سن الجماعة السلفية للدعوة والقتال مثلا، الجماعة السلفية كانوا غلط. كذلك الإعلام المغرض توري مرة ثواريض كشب بالله عليك ودينك ويغال هضر في اللسك وثوالا ما سميت دي هضر ناس في السياسة ويدخلون ويحشرون ويقحمون أنفسهم في أمور لا يعرفونها ولا يعقلونها ولا يعلمونها. ولكن سيدنا ابن حجر العسقلاني ينس إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. إما ثوالا ما سميت نيد يعني الصغيرة ولكن لأنه اللي غاضة ولكن الصغير اللي هضر اسمي سيدنا السيخونا يعني لا علينا بين قوسين بكرو حكا انت السياسة واش يزمير هذا مسكين يكشمد ناس لابد من إعادة ترتيب الصور. يعني يا عبد الله يا جاهل لا تتكلم بهذا، هذا يدل على جهلك بهذا العلم وعلى عدم معرفتك بما يخرج من فيك. لكن سيدنا يهرف بما لا يعرف أو يحرف ما يعرف. غلط يا إخوان. ولهذا لقى كل يوم أسند جم كنيس يعني لقى مدينة تشوهن. وهذا التشويه في الحقيقة لو سألنا لو كان نسقسي مدن ذا شو يعني إذا المعنى الطائفة كده الخصائص نس المبادئ نس القواعد نس الدعوة نس كل شيء آناف. قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض كذلك نحن نقول أفي شك يعني في هذه الدعوة في صدقها وسلامتها واستقامتها وصحتها وكمالها وجمالها وجلالها وسماحتها في هذا الشك؟ غلط يا إخواني. بارك الله فيكم. نكتفي.